أجلت المحكمة الزجرية الابتدائية بالجديدة جلسة قضية اليوتيوبر إلياس المالكي إلى يوم 19 من الشهر الجاري، بعد تغيبه اليوم لأسباب صحية، حيث كان قد تعرض للإغماء في جلسة سابقة. وطالب دفاع المالكي بإطلاق سراحه مؤقتاً، لكن المحكمة أرجأت البت في الطلب. وأشار محامي المالكي عبد الفتاح زهراش إلى أن موكله تعرض لمحاولات ابتزاز من قبل بعض الجمعيات، معتبراً أن استمرار اعتقاله يؤثر سلباً على صورة العدالة في البلاد، خاصة مع توفر موكله على جميع الضمانات وتنازل بعض الشاكين. كما رفض الدفاع المزايدات على القضية الأمازيغية، مؤكداً أن المالكي لا يشغل منصباً حكومياً ليحمل مسؤولية هذه القضايا. وأوضح أن حديث موكله حول شلح وعروبي لا يعدو كونه تعبيراً لا يشكل تهديداً أمنياً. وقد شهدت الجلسة حضور مؤيدين للمالكي معبرين عن أملهم في الإفراج عنه، في حين أكدت النيابة العامة رفضها طلب الإفراج المؤقت عنه. يذكر أن المالكي كان قد قدم اعتذاراً للمشتكين، لكنه يحاكم بتهم تشمل التحريض على الكراهية، التمييز، التشهير والإخلال العلني بالحياء، إثر شكايات متعددة من شخصيات أمازيغية وسياسية. من أجل المزيد من الأخبار المرجو الاشتراك بالقناة.